السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لليوم البرمة، والبرمة أكلة موصلية شتوية بامتياز. وصفة سهلة وطعمها كلش طيب، ما تتصورون الطعم. ضروري بعد هذا الفيديو تعملوها وتجربوها، راح تحبون هذه الأكلة. نبدأ بسم الله. حتى نعمل البرمة نحتاج إلى المكون الأساسي اللي هو اللوبيا. هذا شكله. عندي كوبين من اللوبيا مخلوط معاها عدس أسود، هذا شكل العدس الأسود. ربع كوب من العدس الأسود. طبعا أنا أحب أخلط المواد بإيدي، بس قبل أمهاتنا ما كانوا يخلطوها بالمقادير، كانوا عين ميزان يخلطوها الخلطة أو يشتروها جاهزة من العطار. وعندي نص كوب من العدس، وربع كوب من البرغل، أنا استعملته برغل ناعم، ممكن تستعملون برغل خشن. ونص كوب من الحبية أو الكشكة. وعندي ربع كوب من الجريش. طبعا كل بيت يعملها بطريقة شكل وتختلف مقاديره، أكو اللي يضيف له حمص وأكو اللي يضيف له باقلي. أنا أعملها بهاي الطريقة. هاي الطريقة أخذتوها من حميتي الله يحفظها. وطبعا البرمة ماله كلش طيبة. ونحتاج إلى اللحم كميته حسب ما تحبون، تستعملون كيلو أو كيلوين، نص كيلو، حسب ما تحبون، بس ايش يكون بينه نسبة من الدهن بهذا الشكل. واللحم يكون لحم بينه عظم، أنا استعملت لحم هبر ولحم عظم، بس ضروري اللحم يكون دهين بهذا الشكل أو بينه نسبة دهن، لأن هذه الوصفة ما بها أي دهون، نعتمد بس على الدهون اللي موجودة باللحم. ومعلقة كبيرة من الملح، ما راح نضيف أي نوع بهارات. وبعض العوائل من تخلص طبخ البرمة تخلي كمون حتى لا يتأذون منه. وطبعا هاي كمية الملح راح نضيفه، ما نضيف يعني ملح أكتر، وبعدين من تغلي وتسخن نذوقه، إذا احتاجت نضيف، بس ما نضيف بالبداية كمية كبيرة، لأن احنا راح نخلي كمية ماي كثيرة، لأن راح نغليها على الصوبة وراح نتركها الليل كله على الصوبة. وإذا عندكم تنور حطب بعد يكون أفضل، تخلوها بالجرة، الجرة الفخار أو البغنية، وتخلوها على الحطب تصير بعد أطيب نفس أهل قبل. راح أضيف اللوبيا، وأضيف العدس والحبية والجريش والبرغل. أنا اللحم عندي مغسول، بس هذه المواد راح نغسلها تحت الماء أو تحت الحنفية حتى تنظف، لأن بيها أوساخ وشوائب. ونرجع نكمل الوصفة. غسلته بهذا الشكل إلى أن نطفت من أي أوساخ أو شوائب. راح نخلي اللحم ونضيف معلقة الملح عليهم، طبعا حطيته معلقة كبيرة من الملح. وهسه راح نضيف الماي راح نضيفه إلى أن يغطي الدست. نستعمل دست يعني حجمه شوية كبير، لأن راح نضيف كمية ماي كبيرة، لأن راح نطبخها الليل كله. راح يتبخر الماي، وكل ما خليناها تغلي يعني بعد ما تستوي راح تصير معنا أثخن. تمام. فراح أضيف تقريبا دوركتين ماي، يعني تقريبا ما يعادل 4 لتر. هسه نخليها على الطباخ تفور معانا فورة واحدة. نخليها على أعلى نار عندنا حتى تفور أول فورة. ومن تفور أول فورة إذا طلع عليها مثل هذا الوغف أو فورة الدست راح نشيله. بس أنا بعد ما غليت عندي انتظرها حتى تغلي أول غلوة. أول من يبدي يفور راح تطلع معانا هذا الوغف أو الزفارة مال الدست، راح نشيله ونتخلص منه. ضروري نشيل كل هذا الوغف أو فورة الدست لأن بيها زناخة مع اللحم. راح أشيل كل هذا الوغف أو الفورة مع الدست وارجع أشوفكم شلون يصير معايا. هسه مثل ما تشوفون بدأ يغلي معايا، وكل ما تطلع معانا هذه الوغف أو الزفارة مع الدست راح نشيله مثل ما تشوفون. كل هذا شلتونه، وبعد أكو كما ما أشوف عليها من هذا الوغف أشيله بهذا الشكل واتخلص منه. المهم نخليها تفور معانا أو تغلي معانا غلوة واحدة بس تكون قوية، يعني هسه هي بعد تعد تغلي، فراح أخليها تغلي بعد شوية يعني 5 دقائق، وراح نكمل على الصوبة نخليها. وهذا شكله بعد 5 دقائق غليت معاي وتقريبا كل الزفارة شدوها. راح هسه نخليها على الصوبة. هاي الصوبة عندي مخليتها يعني على نار عالية، والبرمة غطيتوها مثل ما تشوفون عشان عاد تغلي معايا على الصوبة.
إذا مثلي راح تتركوها الليل كله أو للفجر، فإيش راح نعمل؟ راح ننص الصوبة، نخلي النار ماله يعني على الوسط أو أقل من الوسط. أنا راح أتركه إلى الفجر، فراح أنصي النار ماله بهذا الشكل، النار تكون ناصية، وراح تغلي معانا هكذا، يعني شي بسيط، لأن راح نتركه يعني كثير، يعني للفجر تقريبا 6 ساعات أو 8 ساعات حسب الوقت اللي نعمله. ماكو أي شي عليها، لأن احنا خلينا كمية ماي كبيرة، والنار بهذا الشكل مع الصوبة. وانا استعملتوا هاي الصوبة اللي حجمها صغير، ما استعملتوا الصوبة الكبيرة، لأن الصوبة الأكبر راح تكون نارة قوية. وإذا من النوع تسهرون فكل ساعتين تعالوا قلبوا البرمة، وإذا خليتها مال الصبح كل شي ماكو عليها. بس طبعا ريحة البرمة راح تخليكم تقعدون من النوم، لأن ريحتها راح تملي البيت. أنا خليت الصوبة بالمطبخ وراح أشغل الساحبة وأتركها إلى أن تستوي معايا. وتقريبا بال3 بالليل قعدتوا عليها، كانت ريحة البرمة مالية البيت. هسه راح أديرها للبرمة وأتركها إلى الفجر تستوي معايا. طبعا ممكن تعملوها الفجر وتتركوها إلى الظهر تكون معاكم جاهزة، بس أنا لأن أولادي يحبون يأكلون منها الصبح فعملتوها بالليل. وهسه الدنيا فجر، فقعدت ونصيت الصوبة بعد حتى أتركها للصبح حتى تصير معايا بعد يعني أطيب وأفضل. شفتوها للبرمة وراح أغطيها وأتركها إلى الصبح إن شاء الله. وهاي ثاني يوم الصبح قعدتوا الفجر، نصيتوا النار بهذا الشكل، خليتوها وظلت عندي إلى الصبح بهذا الشكل. اكو حركة نعملها من تستوي، مثل ما تشوفون شلون استوت هاي الحبيبات مع البرمة، حتى تصير عندنا الماي ثخين. اعمل هاي الحركة، اخذ من هذه المواد مع البرمة وابدأ اضغط عليها بهذا الشكل، راح تنهرس او تمرد معايا حتى يدخن الماي ماله. تعملون هاي الحركة حتى تحصلون على الثخن اللي تريدونه. هي راح تصير بكل الاحوال راح تصير ثخينة، بس مرات يكون الماي كثير فتخلوها تغلي، او تعملون هاي الحركة حتى تمرد البرمة معانا. مثل ما تشوفون اللحم شلون استوى وانهرس معايا، والمواد هم انهرست ولونها حلو ما عميق ولا فاتح، وطبخناها طبخ بطيء فتنطينا طعم كلش طيب. جربوا الطريقة على الصوبة أبد ما راح تبطلون تعملوها. أنا صار لي سنوات أعملها بس على الصوبة، لأن طعمه يختلف إذا عملتها بالدست على الطباخ أو بدست الضغط. اللي على الصوبة طعمه أطيب، وإذا على الفحم بعد طعمه أطيب. وهاي برمتنا صارت جاهزة، هسه نبدأ نفرغها. وهذا الشكل النهائي لوصفتنا، جربوها وساهمكم العافية.